الاستاذ اسلام بيقول انت جبت العبوه دي ب 330 جنيه منين؟ لان هي موجوده على امازون وعلى التسويق الاونلاين يعني موجوده ب 450 جنيه، فجت منين بالسعر ده؟ سؤالك ده عسل يا استاذ اسلام. عارف ليه؟ هقول لك حاجه، بس في الانواع اللي زي دي من البضاعه، الانواع اللي زي دي من البضاعه يا رجاله بتلاقيها دايما، بتلاقي فيها عجز اونلاين وتلاقيها في المحلات. المفروض العكس، المفروض اللي ما لقوهوش في المحلات اجيبه اونلاين. انما الانواع اللي زي دي من المنتجات، انجن فلاش، منظف المحركات، واضافات الزيوت واضافات البنزين، في الغالب بتلاقي فيها عجز شويه اونلاين وبتلاقيها متوفره في المحلات. اشمعنى؟ لان الانواع دي من البضاعه برضو الناس اللي بتستخدمها ناس يعني تقدر تقول ايه، واعيه شويه، ناس دماغها عاليه شويه، حلوه شويه، واخد بالك؟ ولذلك هي دي النوعيه اللي بتستخدمها، والنوعيه دي بتتعامل اونلاين، في منها نسبه عاليه بتتعامل اونلاين، فبتتسحب بقى يا باشا. اللي عايز اقوله يا استاذ اسلام ان النوع ده من البضاعه بيتسحب اونلاين اكتر من سحبه في المحلات، عشان الزبون بتاعها اصلا بيتعامل اونلاين، ما بيتعاملش محلات معظمه يعني. تمام؟ يعني انت دلوقتي لقيت حته على امازون ب 450 جنيه، انت عارف الحته اللي على امازون دي هتلاقي حته واحده اللي فاضله، يعني ما كانتش موجوده. الحته ال 450 دي كانت ب 500 جنيه من اسبوع بالظبط، عارفها الحته دي وعارف التاجر بتاعها. تمام؟ وكان عارضها ب 500 وما طلعتش لان معلي السعر قوي يعني. تمام؟ وفنزلها 50 جنيه، هي حته واحده، اسحبها كده مش هتلاقي في حاجه تاني، هتلاقي امازون فاضي، مش هتلاقيها اساسا على امازون. تمام يا محترم؟